مارسيل كولر في الفترة الأخيرة محسسني إن معاه مفتاح باب النادي الأهلي. وأنت مدير فني ولا بقيت إيه بالظبط بالنسبة للنادي الأهلي؟ المفروض أنت ثلاث أرباع تاريخك أو 90% من تاريخك جاي من الإنجازات اللي عملها النادي الأهلي. مش أنت اللي عملتها، أنت مدرب كورة، مدرب جيد. إنما في النهاية عشان تلعبك التشكيل وتشتغل بالشكل ده في تركيبة وشخصية وهوية النادي الأهلي، ده اللي مش هيقبله جمهور النادي الأهلي. وبالتالي فكرة التغييرات في الهيكل وفي التنظيم وفي التوظيف وفي الطريقه وفي الاسلوب تاثر على اي نادي في العالم، ما بالك النادي الاهلي. مارسيل كولر هل جات له حاله تشبع؟ هل وصل لمرحله ان انا رقم واحد في النادي الاهلي؟ لا، الاهلي فوق الجميع يا مارسيل. لا، فلازم تركز شويه، تركز في تركيبه وتشكيلتك. امبارح لما شفنا التشكيل وانا كنت في الاستوديو انا استغربت. قفشه رايت ولا ليفت ولا تحت راس الحربه؟ عاشور رايت ولا ليفت ولا يلعب تحت على الشمال؟ طاهر محمد طاهر عاوز تفرض علينا ان طاهر راس حربه، وطاهر اللي قعد 100 سنه ما ينفعش راس حربه لانه لعيب ما عندوش امكانيات وشخصيه راس الحربه، حتى لو كان احرز هدفين، واحد منهم بخطا دفاعي والثاني بخطا في كره ثابته. يا عم مارسيل، النادي الاهلي بتاع الشخصيه، بتاع الهويه، بتاع التركيبه، بتاع فرض الاسلوب. ممكن نحسبها بالورقه والقلم. مارسيل 90 دقيقه النادي الاهلي كان كم مره خطر على محمد بسام؟ الكره بتاعت الهدف خطا فردي، الكره بتاعت الضربه الثابته، والكره بتاعت عاشور في الشوط الاولاني، امام عاشور في الشوط الاولاني اللي بمجهود فردي اللي جت في العارضه او في القائم. ثلاث كور منهم كورتين اخطاء فرديه. تغيير التركيبه اثر على بيرسي تاو وعلى عمر كمال ويحيى عطيه الله وامام عاشور. تغيير التركيبه اثر على قفشه كتير جدا وحمله دور مش بتاعه. تغيير التركيب اثر كتير جدا على اكرم توفيق وعلى كريم ندفد. تغيير التركيبه اثرت على شكل النادي الاهلي انه يفرض اسلوب. يحيى عطيه الله مش موجود غير في الكره الثابته اللي جاب منها طاهر جول. عمر كمال عبد الواحد بعيد خالص عن نظام المباراه. الاثنين لعيبه نص الملعب. اتفرج على جندوزي وبالحاج وكيفيه التعليمات والتنفيذ بتاعهم مع الرمادي، وشوف لعيبه النادي الاهلي، شوف سوء التنظيم والعشوائيه اللي كان في النادي الاهلي. ده كله ناتج من تشكيل وتركيب وتوظيف للعيبه. وفي النهايه وجهه نظري الشخصيه ان صعد من لا يستحق